أهلا بيكم في الحلقة الثانية من سلسلة كورس تعلم الإكسل للمبتدئين. في الحلقة دي هنتعلم إزاي إن إحنا ننسق الشيت ونظبط مظهره عشان يكون سهل في القراءة وجذاب بصريا. هنتعلم من تغيير الخطوط والألوان لحد دمج الخلايا وتنسيق الأرقام. هتخرج من الحلقة دي وأنت قادر تجهز شيت شكله احترافي ومريح للمنظر. أول حاجة، الشيت الإكسل عندنا أول لما بنبتدي إن إحنا نفتح بتظهر قدامنا الواجهة بتاعة البرنامج بالشكل ده. طبعا عندنا من فوق مجموعة تبويبات زي قائمة هوم أو انسيرت أو درو أو بيج لي أوت. طبعا الشكل ده المتعارف عليه من الواجهة بتاعة مايكروسوفت. هنبتدي إن إحنا ببساطة في الكورس ده هنبتدي ناخد الحاجات الأساسية إن إحنا محتاجينها بشكل بسيط بدون الدخول في تفاصيل كتيرة. هنقدر من خلالها إن إحنا نفهم ونستوعب إزاي إن إحنا نقدر نجهز شيت. إن شاء الله بعد الكورس ده يبقى فيه كورس إكسل أدفانس، هيبقى احترافي شوية، بس الكورس ده مقدمة لنقطة أنت مش هتلاقيها في أي مكان تاني. تمام؟ هنبتدي بالبداية. أول حاجة لازم نبقى عارفينها إن الجزء اللي أنا واقف فيه ده اسمه عمود أو كولم. الجزء التاني اللي بالشكل ده اسمه رو أو صف. لازم نتعلم في البداية إن كل خانة بقف فيها من الخانات اللي أنا واقف عليها دي بيبقى اسمها خلية، وكل خلية موجودة في الشيت بيبقى ليها مسمى. يعني إيه؟ وليكن إن أنا واقف في الجزء ده، إذا الجزء ده واقف في كولوم اسمه اتش وفي رو 3. إذا الخلية اللي أنا واقف فيها دي اسمها اتش 3. النقطة دي مهمة جدا ودي هتفيدنا لما نيجي ندخل في الجزء بتاع المعادلات. وليكن إن أنا واقف في الجزء ده كده، فأنا واقف في خلية في كولم دي، رقم الرو بتاعي 5، يبقى إذا أنا واقف في خلية هنا اسمها دي 5. ده جزء. طبعا هنا في البداية إحنا بنكتب انجلش. طبعا احنا عارفين عشان اكتب انجلش او عربي ببتدي ان انا احول من الكيبورد بالزرار الت شيفت. الت شيفت يخليني اكتب عربي، الت شيفت تاني يخليني اكتب انجلش. طبعا حاجة لازم نبقى عارفينها وهي البيج لي اوت، يعني اتجاه الصف. لو انا هبتدي ان انا اكتب انجلش يبقى انا بكتب من الشمال لليمين. طيب لو انا احتجت ان انا اكتب عربي مش هنخش في التفاصيل بتاعت كل تبويبة دلوقتي، بس هنشوف كل خلية او تبويب انا بقف عليه هاخد منه الحاجات اللي بتساعدني بس. طيب انا لو رحت على القائمة بتاعت بيج لي اوت ورحت هلاقي جزء هنا اسمه شيت رايت تو ليفت، يعني انا بكتب من الشمال لليمين. طيب ايه اللي هيبقى لو انا دوست او ضغطت عليها هنا؟ هيبتدي ان هو ينقل لي اتجاه الشيت. اتجاه الشيت بقى بتاعي هنا من اليمين الى اليسار. تمام؟ هبتدي ان انا احدد بالزر الايسر للماوس، احدد كده عشان امسح الكلام اللي انا كتبته ده. تمام؟ بضغط على ديليت ببتدي ان هو امسح. طبعا الشغل بتاعنا كله المحتاج او اللي اول مره يتعامل مع البرنامج بيبقى بالزر الايسر للفاره اللي هو الزر اللي ناحيه الشمال. تمام؟ طيب ده جزء. الجزء التاني طبعا احنا عرفنا ارقام الخلايا اللي انا بقف فيها. طيب هنيجي النهارده او في الحلقه بتاعتنا بتاعت النهارده هنتعامل مع القائمه بتاعت هوم بشكل اكبر. طيب القائمه بتاعت هوم بتفيدنا في ايه؟ بتفيدني ان انا اقدر اعمل تنسيق للشيت بتاعي. وليكن الشيت بتاعي بيمر بكذا مرحله. فاول مرحله هندخل فيها وهي مرحله داتا انتري، يعني ادخال البيانات. وليكن هنبتدي ان احنا نكتب هنا مجموعة بيانات بالشكل ده، وليكن ده رقم المسلسل. هبتدي ان انا اعمل زوم من الجزء اللي تحت كده هنا عشان خاطر يدخلني على الشاشة عشان الصورة تبقى واضحة قدام حضراتكم. وابتدي ان انا اكتب هنا مجموعة بيانات زي الاسم، التاريخ،
موبايل مثلا. تمام كده انا ببتدي ان انا اعمل داتا انتري او ادخال للبيانات. هبتدي ان انا ادخل البيانات قصاد حضراتكم بالشكل ده. التاريخ ممكن ان انا ابتدي ان انا ادخله بالشكل ده. طبعا احنا بندخل مجموعة بيانات تلقائية بس عشان نقدر من خلالها ان احنا ننسق الشيت بتاعنا. طيب ممكن اكتفي بكده. طيب انا كده دخلت البيانات بتاعتي بشكل عادي بدون ما اعمل لها اي تنسيق خالص. طيب عشان انا انسق الشيت بتاعي ببتدي ان انا اروح لقائمة هوم هنا. هنبتدي ناخد الجزء الخاص بالكليب بورد هنا، والجزء هنا خاص بايه؟ عندي هنا اول حاجة الجزء بتاع كوبي، وكوبي يعني نسخ. مش هنخش في الجزء بتاع الاختصارات دلوقتي، هناخده في الكورس بتاع الاكسل ادفانس. وليكن انا عندي الاسم احمد. لو انا محتاج ان انا اكتب احمد في اي مكان من الخلية هنا، مش لازم ان انا اروح هنا واكتب احمد تاني، لا، عندي حاجة اسهل في الشيت بتاعي ان انا ممكن اروح عند احمد هنا، واروح على الجزء الخاص بالكليب بورد واقف على كوبي واضغط عليها، واجي في اي مكان انا عايز فيه هنا كلمة. كده انا خدت الكلمة دي نسخ. عشان ابتدي احطها في مكان تاني اقدر ان انا اروح للخلية اللي انا عايزها واختار بيست من هنا، يعني لصق، الاقي الكلمة اتنقلت معايا في نفس المكان. طيب هنعيد النقطة دي تاني. هنقف مثلا على محمد، هروح اعمل كوبي، اقف في اي مكان انا عايزه وادوس بيست. تمام كده انا عملت نسخ للبيانات. طيب في جزء تاني اسمه جزء قط، واللي موجود عليه علامة المقص. طبعا احنا كل جزء احنا بنقف عليه بيجي لنا جنبه زي صورة كده بتوصف الجزء ده او الزر ده بيعمل ايه. طيب لو انا رحت عند محمود هنا وحبيت ان انا اختار قط وضغطت عليها، هلاقي الاسم بيبتدي يتنقل معايا للخلية تاني بس اتمسح من هنا. المقصود بقط هنا ان انا خدت الاسم نقل، عملت له زي نقل من الخلية اللي كان موجود فيها اللي هي بي 4، حطيته في الخلية التانية دي اللي هي جي 11. ده الجزء الخاص بالكوبي والبيست. في حاجة عندنا هنا جميلة جدا اسمها فورمات بنتر. يعني انا باخد التنسيق. يعني ايه تنسيق؟ يعني انا ممكن اقف على محمد هنا واروح للجزء بتاع الفونت او الالوان واضغط على اللون الاحمر. كده انا عملت لمحمد ده تنسيق. ممكن اروح للجزء التاني ده واختار العلامة بتاعت اليو اللي تحتها شرطة عنانة. المقصود منها هنا ان انا احط تحت الاسم شرطة، ولو فتحت الاختصار هنا اقدر ان انا اعمل دبل لاين كمان ان انا يبقى تحتها شرطتين. هنختار طبعا لاين واحد، وممكن اروح لمحمد كده. تمام. لو انا وقفت هنا على الفرشة او البرش دي وضغطت عليها ورحت عند محمود وقمت مطبقها عليها هنا، هلاقي كل التنسيق اللي انا كنت عامله على محمد ابتدى يتنقل معايا على الجزء بتاع محمود. ده جزء. الجزء التاني في قائمة فونت ان انا اقدر كمان لو انا وقفت على احمد وليكن دي، وعندي هنا جزء بتاع حرف الاي بس مايل شوية، ده معناه ان الاسم بتاعي ممكن ان انا اديله سنة ميلان او انحياز بالشكل ده كده. ده برضو اسمه تنسيق بالجدول بتاعي. ايه تاني ممكن اعمله؟ ممكن ان انا اعمل الاسم بتاعي ده يبقى بولد. وبولد يعني الاسم يبقى عريض شوية، يعني لو انا ضغطت عليه هلاقي الاسم بقى اوضح معايا. ده الجزء التاني. الجزء اللي بعد كده ان انا عندي هنا في تنسيقات للخط كتيرة جدا، اقدر من خلالها زي ما حضراتكم شايفين اول لما بضغط على السهم ده كل شكل من دول انا بقدر ان انا اقف عليه. طبعا الاشكال العربي بيبقى ليها تنسيقات بنلاقي مكتوب في الجزء هنا كلام بالعربي، فكده التنسيق ده اقدر اطبقه على اللغة العربية. وليكن مثلا انا هختار التنسيق ده وهكبر من هنا شوية. طبعا التابة دي خاصة ان انا اقدر اكبر الحجم بتاع الخط نفسه بالشكل ده. ده كده جزء. طيب انا الجزء بتاعي اللي انا دخلت فيه هنا البيانات هرجع اكتب هنا محمود، وعايز اخلي محمد تبقى بنفس التنسيق بتاع محمود. فاجي عند محمود هنا واخد الفرشة بتاعتي وهاجي اقف على
محمد بالشكل ده كده، هلاقي ان التنسيق بتاعه بقى موجود معايا. طيب ده جزء. طبعا هحتاج ان انا اظبط المجموعه مع بعضها، وهقدر ان انا احدد برضو بالزاويه الايسر للماوس. هبتدي ان انا اقف هنا على المسلسل واسحب بالشكل ده كده معايا. تمام، بيبتدي ان هو يتحدد معايا الجزء ده. طيب انا حددت الجزء ده، في حاجه جميله جدا هنا اسمها، طبعا مش هنخش في كل التنسيقات دي، هنحتاج بس ان احنا ناخد من القائمه دي مبدئيا اختار حاجه هنا اسمها اول بوردر. والبوردر دي من شكلها هنا ان هو بيعمل لي زي برواز حوالين البيانات اللي انا مدخلها. لو ضغطنا عليها هنلاقي ان البيانات بتاعتي اتعمل لها كده جدول، الشكل بتاعي بقى احسن شويه. طبعا كل خطوه احنا بناخدها دلوقتي دي تبع التنسيق بتاع الجدول بتاعي، كده انا ابتديت ان انا اعمل جدول عنه. طيب الجزء الثاني ايه؟ الجزء الثاني ان انا اقدر على الجزء الخاص بالاعمده دي، في تنسيق جميل جدا عندي. طبعا التنسيقات اللي موجوده عندي دي كده انا ممكن اخلي الاسامي تبقى اقصى الشمال. لو انا وقفت هنا الاجزاء دي كلها الست اجزاء دول اللي انا بشاور عليهم دول مرتبطين ببعض. كل جزء منهم بيبتدي ان هو زي ما حضراتكم شايفين نلاحظ الجدول، كل جزء منهم بيبتدي ان هو ينسق لي الكلام داخل الشيت. طبعا التنسيق المتعارف عليه اللي بيبقى شكله يليق شويه بالجدول بتاعه ان انا بخلي الاثنين بتاعهم التنسيق بتاعهم في النص، والمسلسل معروف عندي اللي هو بيبقى كده. طيب حاجه مهمه جدا ناس كتير بتتلخبط فيها، لو انا وقفت هنا على الخليه دي بص شكل الماوس معايا بيبقى عامل ازاي، ده ليه معنى. طيب لو انا وقفت هنا وابتديت ان انا اشد بالماوس للجزء الايسر او الشمال بلاقي ان الخلايا، بصوا حضراتكم الخلايا بتبتدي تتحدد معايا. وطبعا كل خليه بحددها لو انا عملت اي تطبيق لاي حاجه عليها بتبتدي تطبق على التحديد اللي انا مطبقه. طيب دي الجزء الثاني، لو انا جيت وقفت على اول الخليه من هنا بصوا هتلاقي شكل الماوس معايا اتكرر ازاي او اتغير ازاي. هنا لو انا مثلا عندي الترقيم بتاعي من 1 ل 3 بالشكل ده، لو انا جيت علمت من 1 ل 3 وجيت وقفت على اول الخليه كده من هنا وابتديت اسحب لتحت الاقي الاكسل ابتدى يعمل معايا ترقيم. تمام، هحاول ان انا اكتفي في الحلقه دي بالجزء ده عشان المعلومات اللي احنا خدناها النهارده نبتدي ان احنا نطبقها. يا ريت لو في اي حد محتاج اي حاجه او في حاجه مش واضحه نبتدي ان احنا نتعلم ببساطه من الاول، بحيث ان انت لو ما عندكش اي معلومه عن الاكسل يبتدي ان انت يبقى عندك خلفيه ازاي ان انت تتعامل معاه من البدايه خالص لغايه لما نوصل لمستوى ان احنا بنبتدي نعمل قائمه ديناميكيه ونبتدي ندخل بالتفاصيل. تمام، هنبتدي ان احنا نكتفي بالجزء ده لغايه كده النهارده. والخطوه اللي بعد كده ان انا بعد ما دخلت البيانات بتاعتي دي اقدر ان انا اروح في الجزء اللي فوق هنا بلاقي الشكل ده معايا. اول لما بقف عليه بيجيب لي كلمه سيف، والسيف هنا يعني حفظ، فمجرد ما انا ما بضغط عليه سيف كده الجزء ده اتحفظ معايا. نبتدي ان احنا نقف لغايه الجزء ده وهنكمل مع حضراتكم من اول الحلقه اللي جايه اللي هي الحلقه الثالثه. شكرا.